السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمال والحصى وعدد أوراق الشجر ما دامت السماوات والأرض. حديثنا اليوم ورؤيتنا عن سيد الخلق، عن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو سئلت كل الفضائل في الورى لمن تنتمي، ما أصلها أين توجد؟ لقالت جميعا لا أبا لك، إنه بلا مرية ما ذاك إلا محمد. فوالله ما دب على الأرض مثله، ولا مثله إلى يوم القيامة يوجد. نفسي وما ملكت يدي والوالدان له فدا، صلى عليه وسلم ذو العرش ما صبح بدا. صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينير لها غرفتها المظلمة. تقول الرائية: رأيت كأني في مكان أو غرفة لا أعرفها، وكنت أجلس جلستي للصلاة وكفاي على فخذي ومطأطئة رأسي لأسفل، وكانت الغرفة ظلام ينيرها النبي صلى الله عليه وسلم كمثل مكان شديد الظلمة وفيه مصباح يضيء فيها بشدة، وكنت أنظر إلى الأرض من شدة الهيبة. تقول: وهذه الرؤية منذ أكثر من 15 سنة، وما زلت أشعر بهذه الهيبة إلى الآن. وكان أمامي ورقة بيضاء على الأرض أنظر إليها، مرسوم فيها دائرة داخل دائرة داخل دائرة، يعني 3 دوائر متداخلة، ومرسوم فيها شرط يشبه شكل الساعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بيده قلم رصاص، تقول نسميه عندنا مرسم أو مرسم لا أعلم، ويشرح لي على هذه الورقة ويقول الأشهر القمرية، وأنا أستمع إليه أحاول أن أرفع بصري لأسترق النظر. فحاولت أن أنظر فرأيت النبي كأنه معلق ليس على الأرض، ثم حاولت أن أسترق النظر فنظرت إليه فوجدته يبتسم، ثم ابتسم وابتسم حتى رأيت لثته الشريفة وكانت أسنانه مفلجة، ثم حاولت أن أسترق النظر حتى تركز بصري على فمه الشريفة، ثم سمعته يقول: الساعة الساعة الساعة، وانتهت الرؤيا. قلت لها في تعبير هذه الرؤيا: طأطأت الرأس والغرفة المظلمة معناه أنك تمرين بظلم وقهر شديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينير لك الظلمة، معناه اتباعك وتمسكك بسنته بشدة، مما يجعلك على نور وصواب وثبات بفضل الله. الورقة البيضاء هي رمز لصفحة حياتها وقت الرؤيا، التي كانت ما زالت بيضاء، ما زالت خالية من المحن والشدة في هذا الوقت. الدوائر المتداخلة تدل على النوائب والشدائد، لقوله تعالى: نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح. وكونها فيها شرط تشبه الساعة، بالإضافة إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر القمرية، فمن هنا قلت لها أن هذا الابتلاء وهذه الشدة تستمر معها 3 سنوات، لأن هذه الساعة فيها 12 رقم تشبه عدد أشهر السنة، بالإضافة إلى الأشهر القمرية التي عددها 12 شهرا في كتاب الله. فمن هنا حددت أن هذا الابتلاء يستمر 3 سنوات. أما القلم الرصاص أو المرسم فقلت معناه أنك تتخذي منهجا أشبه بمخطط تضعيه في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسيري عليه، وذلك لأن القلم كان في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأما تبسمه فهنا البشارة برضا الله جل وعلا ورضا النبي عنها بصبرها وثباتها وتمسكها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد التعبير كان هذا ردها عليه. ثم أفادتنا جزاها الله خيرا بأن بينت هذا المخطط الذي وضعته في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: أول شيء كنت أفعله أني أستمر على الوضوء 24 ساعة، وهي تقسم وتقول بدون مبالغة: كنت أستمر على وضوئي، كلما ذهب الوضوء أعدته، وهكذا ليلي ونهاري. الأمر الثاني تقول: طبقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مشيتي، في جلوسي، في وقوفي، في نومي واستيقاظي، في كلامي، وفي تعاملي مع الناس، وكنت أحافظ على كافة الأذكار. الأمر الثالث وفيه الهمة العالية، تقول: كنت أصلي قيام الليل كل ليلة بسورة البقرة
ولا أذكر أنه فاتتني ليلة واحدة، وإذا كان العذر الشرعي قرأتها بحائل وبقفازات. الأمر الرابع تقول: كنت أحافظ على ورد الاستغفار وورد الصلاة على النبي يوميا وأكثر من الدعاء. الأمر الرابع تقول: اجتنبت مجالس الغيبة واعتزلت الناس، ورأيت في هذه الفترة العجائب، وكنت لا أدعو بدعوة أبدا وترد، حتى الناس في هذه الفترة كانوا يوصوني بالدعاء ثم يخبروني بعدها باستجابته بفضل الله جل وعلا. تقول: ومضيت واستمريت على هذا الحال 3 سنوات. فنقول كما قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فكم من محنة حملت في طياتها المنح. وأنا لا أعرف هذه الرؤية إلا من خلال الرؤية، ولكن أكاد أجزم أن هذه أجمل وأحلى فترات حياتها التي عاشتها وستعيشها، لأنها وصلت بها إلى أعلى وأقصى درجات التقرب من الله جل وعلا بسبب هذا الابتلاء وهذه المحنة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.